يا مساء الفل على الحلوين، ازيكم يا فراولات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا مختلف. ان شاء الله نعمل وصفة حلوة كده سريعة، مش هتاخد معانا الا 10 دقايق. اولا كده صلوا بينا على النبي في الكومنتات، عشان اللي يقرا الكومنت بتاعك تاخدي حسنات. ثانيا شكرا لكل حد كتب لي تعليق حلو يفرحني بيه، او حتى لايك للفيديو. اتمنى تحطوا لايك كده جميل للفيديو ده، وتصلوا على النبي في التعليقات. ولو اول مره تشرفيني وتشوفي قناتي، اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتختاري الكل، عشان اي فيديو جديد يوصلك اشعار من قناتي. تمام. اولا كده الغدا بتاعنا عباره عن ايه؟ ب20 جنيه بس. هتغدي البيت كله حرفيا ب20 جنيه. خليكي تغدي البيت كله، واكله سريعه 10 دقايق بالظبط هتكوني خلصتيها. معايا مكرونه قلم، عقل، اي مكرونه انت حباها، سباكيتي، اي حاجه مقصوص، اي بصوا اي مكرونه انتوا حابينها. زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، انا بستخدم مكرونه وشعريه بساطه، الكيس الكبير، حجم التوفير ب25 جنيه. تمام. حطيت حله في النار، شويه زيت محترمين كده في الحله. معايا طبق فيه بصوا حوالي ربع كيلو طماطم، ربع طماطم او يمكن اقل كمان. 4 بصلات بالظبط. قرنين فلفل، نص كيس المكرونه، الشوربه اللي متبقيه من امبارح في الفيديو اللي انا صورته معاكم. شوربه اللحمه اللي اتبقت من امبارح وكان فاضل فيها حته عصبه كده بدهنه. هعمل برضو هستعملهم، يعني احنا ما برميش حاجه، يعني حتى لو ما كنتش عملت بيها المكرونه كنت حطيتها في الفريزر، عملت بيها اي حاجه تانية. تمام. صليتوا بينا على النبي. زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الزيت قدح كويس قوي في الحله. هبدا ان انا اقطع الطماطم والبصل. انا كنت ممكن ان انا ادي فرمه في الخلاط للطماطم، بس انا عايزاها كده. كنت ممكن برضو اعمل البصل في الكبه، بس انا برضو عايزه قطع البصل تكون ايه واضحه كده، هي والطماطم يكونوا واضحين كده. انا عامه بفضل الوصفه دي جدا، يعني بعيدا عن بقى المكرونه بالصلصه واي وصفه تانية. يعني بحب التغيير، يعني مش هفضل على طول اعمل مكرونه بالصلصه او على طول اعمل المكرونه دي، بحب ان انا اجدد. تمام. عشان خاطر ما ازهقش من الاكل وكده، وخصوصا ان المكرونه دي فعلا ليها طعم مميز جدا على اي وصفه تانية بتعملوها. تمام. هبدا ان انا اقطع الطماطم زي ما انتوا شايفين، قطع لا صغيره ولا كبيره، والبصل نفس النظام، والفلفل برضو نفس النظام. هو الفلفل انا ما قطعتوش دلوقتي الا بعد ما ضفت المكرونه بالمكونات التانية. تمام كده. صلوا بينا بقى على النبي في التعليقات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو اتمنى تحطوا لايك يا جماعه والنبي، عشان الفيديو يترفع معايا، عشان الفيديو بيتم اقتراحه من عدد اللايكات اللي بتتحط له، فاتمنى بجد تحطوا لايك للفيديو. زي ما انتوا شايفين كده بقطع الطماطم. عايزه اقول لكم الاكله دي موفره جدا جدا جدا، موفره في حاجات كتير. موفره في فلوس، موفره في وقت، بالذات الوقت، يعني اكتر حاجه الوقت. موفره في مواعين، يعني مش هتستخدمي مواعين خالص، اللي هي الطبق والحله بس، مفيش حاجه تانية. شوفوا انا بقى بحبكم ازاي، يعني مش فلوس بس ان احنا بنوفر فيه، احنا بنوفر مجهود ووقت وكل حاجه. اتمنى الفيديو يعجبكم، بس ان شاء الله الاسبوع دوت هنعمل شويه فيديوهات حلوه جدا مع بعض. دخلت المدارس باذن الله، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل شويه معجنات حلوه ان شاء الله، شويه فيديوهات حلوه كده، وافكار بقى كده ايه، خارج الصندوق كده للتوفير بقى كده، توفير وقت ومجهود وفلوس وكل حاجه، كل حاجه هشهيصكوا انا اليومين دول. فلو لو مش مشتركة في القناة فعلي زر الجرس عشان هيفوتك كتير جدا، عشان انا بجد ان شاء الله بإذن الله ربنا يسهل، ناوية ان انا اعمل شوية فيديوهات محترمين معتبرين كده في الاسبوع اللي انا فيه ده بإذن الله، اللي هو اخر اسبوع قبل المدارس. صليتوا بينا على النبي. خلاص انا فاضل معايا بصلة. ببدأ ان انا اقطع. عايزه اتكلم معاكم في كذا حاجه تخص التوفير.
ان انت تقدري توفري في اي حاجة. اكتر حاجة برضو بتوفري فيها ان انت بتجيبي طلباتك بالاسبوع تتحط في التلاجة. ان انت مثلا لو قدامك الطماطم يعني رخيصة وحلوة بتجيبيها تحطها في الفريزر تفرزيها. نفس النظام البطاطس، اي حاجة بتلاقيها سعرها كويس بتجيبي منها كمية وتخليها في البيت عشان دوت بيوفر معاكي جدا. انا هنا المكرونة الكيس دوت عامل كيلو، استخدمت يعني اكتر من نص بشوية بسيطة، يعني قولوا عامل حوالي 12 جنيه 13 جنيه، ما كملش 15 جنيه. لو هتجيب الطماطم، لو مثلا انا مش حاسبة الطماطم كمان علشان خاطر الطماطم من عندي والبصل من عندي، فانا بحسب لكم لو انتي هتطلعي تشتري الحاجات كلها، لو هتجيبي الطماطم ب5 جنيه طماطم والبصل ما يكملش 5 جنيه كمان، يعني كده قولي انتي مثلا هتستخدمي ب10 اللهم صل على سيدنا محمد مكرونة وب10 طماطم وبصل، يبقى كده ال20 جنيه. لو عندك الطماطم والبصل يبقى كده 10 جنيه. انا برضو كترت، انتي برضو على حسب مثلا على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، ممكن تعملي ب10 مكرونة، ممكن تعملي بأقل. فموفرة جدا الفكرة دي، مش هتهدري طماطم يعني مش هتعملي طماطم كتير قصدي. مش هتستخدمي مكونات كتيرة مثلا زي الطماطم المكرونة اللي بالصلصة، مش هتستخدمي لها طماطم. انتوا عارفين الصلصة الطماطم دلوقتي غالية، كيلو الطماطم ب30 جنيه، فاحنا بقدر الامكان بنحاول ان احنا نوفر على قد ما نقدر لحد ما ربنا يفكها كده والحاجة تنزل. تمام. ان شاء الله الحاجة هتنزل بإذن الله. يعني هو سمعنا ان في احتمال الحاجات تنزل يعني، فالحمد لله على كل شيء. طبعا الست الشاطرة ما تقفش عند حاجة، توفر حتى لو الأسعار اللي احنا فيها لازم نوفر عشان نعرف نعمل حاجة. زي ما انتوا شايفين المكرونة انا حطيت يعني اكتر من نص الكيس بشوية بسيطة جدا. تمام، لان ده غدا وعشاء، انا مش قادرة ان انا اعمل عشاء تاني، بيبقى غدا وعشاء عشان الولاد. هبدأ ان انا ادي تقليبة كده للمكرونة، اخليها تشمع كده بالزيت شوية، وابدأ انزل بيها ابدأ انزل عليها بالبصل والطماطم. كانت في بصلة من غير تقطيع قطعتها، انا حطيت على البصل بالطماطم فلفل اسود كمون 7 بهارات، نفس البهارات المعتادة اللي انا بستخدمها في كل فيديو معاكم. تمام. انتي حابه تزودي تقللي دي حاجه ترجع لك، مفيش حاجه يعني اجباري، كل حاجه اختياري معانا في الوصف. حابه تشيلي البصل تمام شيليه، حابه تغيري الطماطم بصلصه بتسبيك، اي حاجه اللي انتي حباها. انا بس مجرد افكار انا بديها لكم، وانتوا حكايه التنفيذ دي عليكم انتوا، يعني في اختياركم انتوا في المكونات. تمام، انا مجرد افكار بديها لكم علشان خاطر التوفير. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى ان انا امكس بقى ما بين المكونات كلها بقى في الزيت على النار. طبعا انا كنت موطيه النار شويه، وهبدأ ان انا بقى اعليها، مش هحط ميه خالص ولا هحط الشوربه الا لما تاخد صدمه حلوه كده معتبره بالبصل والطماطم والبهارات، لحد لما ريحتها تطلع واشم ريحتها كده طلعت بقت يعني ما شاء الله ريحتها كانت تحفه. ريحتها تطلع معاكي وابدأي بقى انزلي بالميه. لو مش عندك شوربه، انا نزلت بالشوربه والميه مع بعض. لو مش عندك شوربه استخدمي مكعبين ماجي. تمام، عندك شوربه بط فراخ لحمه اي حاجه، كله هيقوم بالواجب وزياده كمان. انا كان فاضل عندي حوالي طبق من الطبق اللي انتوا شايفينه ده شوربه، كان فيه حته عصبه كده بدهنه زي ما قلت لكم امبارح، انا فاضل لحمه من الغدا يعني ما شاء الله نص كيلو اتغدينا منه واتعشينا، وفاض حته العصبه بالدهنه خفيفه كده. وطبعا هرميها؟ لا طبعا ما ينفعش. عند الشقة تاني يوم غليتها الشوربة، الجزء اللي انا كنت مطلعاه لليوم اللي هو بتاع امبارح. تمام، انما نص اللحمة التاني زي ما قلت لكم انا سويت كيلو اللحمة على بعضه وقسمتها نصين، نص الامبارح ونص اليوم تاني في اخر الاسبوع اللي انا فيه ان شاء الله، او في اي يوم تاني يعني مش شرط الاسبوع اللي انا فيه.
وعندي برضو عندي حتة اللحمة كيس الشوربة بتاعها. تمام، اللحمة والشوربة نصين اللي هعينه في الفريزر، الباقي يعني ايه استعملناه امبارح يعني، وفضل شوية شوربة اللي انتوا شايفينهم، حتة الدهنة وحتة العصبة، وقطعتهم زي ما انتوا شايفين، ونزلت عليهم بالمكرونة. كان فاضل شوية شوربة كمان، هو انا قلت لكم ملو الطبق بالظبط اللي انتوا شفتوا فيه ده، بس انا حطيتهم على مرتين. هتضيفي حاجات تانية على المكرونة، تمام، دي بقى الحتة بتاعتك انت بقى، تقدري تفنني فيها زي ما انت عايزة، تاخد منك اي حاجة مش هتقولك لا. يعني انت ممكن تحطي فيها، ممكن تحطي بطاطس وجزر كوسة، ممكن تدخليها في طاجن في الفرن، هتبقى اجمل من كده بكتير جدا. بس انا عشان طبعا زي ما قلت لكم وصفة موفرة في كل حاجة، في وقت ومجهود ومواعين وفلوس وكل حاجة، فانا حطيتها على البطاطس. حبة زي ما قلت لك بطاطساية كده، على جزر، على شوية كوسة، خضار بمعنى أصح، ودخليها في طاجن في الفرن، هتبقى جميلة جدا. وبتبقى وصفة جميلة يعني، تبقى مشبعة، وكمان غنية بقى بفيتامينات. وانتوا عارفين بقى الخضار يعني، شوربة الخضار عامة الولاد ما بيحبوش ياكلوها، فانت ممكن تلعبي في الحتة دي وتدخلي لهم مكونات بتاعة شوربة الخضار كلها في طاجن المكرونة، يبقى طاجن مكرونة بالخضار، يبقى جميل جدا. تمام. انا كده نزلت بقى، حطيت طبق شوربة وطبق ميه، وبعد ما حطيت طبق الميه عايزه ميه مني تاني نفس العقد بتاع الرز بالظبط، بتحطيه للمكرونه لو هتسويها ني في ني. حطيت نص معلقه كزبره ناشفه، طبعا ما استخدمتش ملح الا في الاخر خالص. لما جيت اقلبها يعني وهي داخله في السوا كده، حسيت ان هي عايزه شويه ملح، ضفت شويه ملح. زي ما انتوا شايفين كده المكرونه خلصت معايا بجد 5 دقايق بالظبط، بعد ما غطيت عليها كان المكرونه استوت وجميله. عايزه اقول لكم ريحتها كانت تحفه. هنا انا تكيت عليها في السوا شويه، لان انا عندي ابن الكبير درسه الصغير درسه التاني برضه بيوجعه، انتوا عارفين بقى تسوس وكده، فما بيقدروش ياكلوا، فانا بحب ان انا الاكل بعمله ايه مستوي زياده عن اللزوم شويه. حابه انتي برضو تعمليها كده تمام، حابه تطلعيها قبل كده برضو تمام، حابه تطلعيها كده ويبقى فيها الصوص بتاعها جميل جدا على فكره يعني. الصوص بتاعها بتبقى تحفه، خصوصا ان احنا ضايفين شوربه لحمه يعني مظبطينها من الدهات اللي تستاهلها بالظبط، فبجد كانت طعم. اتمنى تجربوا الوصفه واتمنى ما تنسونيش في اللايك والكومنت كده زيكم، عشان تدعوني كده وتدوني طاقه كده ان انا اصور لكم. مكرونه بعد ما غرفتها زي ما انتوا شايفين كده، زي ما قلت لكم حابين تضيفوا صلصه اي حاجه عليها عزز اللون تمام، بس انا جيت بدوت بما انها وصفه موفره.